تعرف المعلومه دي قبل كده؟ هل تعلم انك انت ممكن تبقى عديت بكل المراحل اللي فيها مشاكل للعصب بتاعك وفي الاخر ما تحسش باي حاجه، وانت ما حسيتش باي حاجه، والعصب بيبقى ملتهب وعامل خراج قد كده وعمال يطلع صديد وانت مش حاسس باي حاجه؟ الحقيقه ان في حالات كده فعلا، في حالات بتمر بكل مراحل التهابات العصب من اولها لاخرها وتوصل انها عامله صديد تمام ومش حاسه باي حاجه. في حالات بنسميها اسيمتوماتيك ريفرسبل بالبايتس، دي ما بيبقاش المريض حاسس باي حاجه، مش حاسس بالم شديد قوي زي ما احنا متعودين في العصب، وكمان يكون خراج والصديد بس بيبقى الصديد بيبقى فاتح له حته كده يطلع منها الصديد بتاعه وهو مش حاسس باي حاجه. فاحنا لما نيجي نقيم الضرس ونشوف هل هو محتاج حشو عصب ولا لا، احنا بنقيمه على حاجات تانية كتيرة وكرايتيريا تانية كتيرة والاكس راي وحجم التسوس واصل لغاية فين وحاجات تانية كتيرة احنا بنشوفها. فمش لازم انك انت عشان يبقى عندك ضرس محتاج حشو عصب تبقى بتضرب دماغك في الحيطة يعني. انا دكتور محمد نجيب زيادة وده مركز مصر طب الاسنان. لو عندك اي استفسارات سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.